يا جماعة هنعمل شوية رز أحمر بس في التمام. بصي بقى، كل الحكاية هتجيبي شوية زيت في الحلة وتبدأي تقطعي البصل بالشكل اللي شايفاه كده بالسكينة، ما تقطعوش بالمبشرة، وإيدك في البصلة لحد ما تاخد معاكي لون بني فاتح. أنا قصدي أوصلها للون دوت علشان تديني لون حلو للرز. وبعد كده ببشر عليها طماطماية، طبعا كمية البصل والطماطم حسب كمية الرز، وكمان ببشر جزرة. الطماطم والجزر بيدوا طعم حلو وكمان بيخلوا لون الرز حلو. وكمان هقطع قرن فلفل سواء حامي او بارد زي ما تحبي. بالنسبه للبهارات، ملح وكمون وفلفل اسمر ورشه من الكزبره ورشه صغيره من القرفه. وبقطع فص ثوم بالسكينه برضو بالشكل دوت. مش هننزل بالرز غير لما الميه تكون غليت تماما علشان ما يعجنش معانا. الرز دوت الرز المصري، انا غسلاه ومصفياه من الميه. لكل كوبايه رز بتحط لها كوبايه وربع ميه، ده لو انت بتحبي الرز طري ما بتحبهوش ناشف. هتخليه على نار عاليه لحد ما يشرب الميه بتاعته، بعد كده بتوطي عليه النار لحد ما يدخل في السوا وبس كده.